مشاكل القولون والهضم وعلاجاتها الطبيعية. من الآخر، عندك انتفاخ، معدتك دايما مقلوبة، تحس كأنك بلعت بالونة وهتفرقع في بطنك. طب اسمع بقى كويس، لأن النهاردة هنتكلم عن مشاكل القولون والهضم، يعني وجع البطن اللي دايما بيجي فجأة كأنه كائن فضائي عاوز يحتل على جسمك. هنتكلم عن الأسباب والأعراض وإزاي نعالج الموضوع ده بطريقة طبيعية من غير أدوية ولا كل شوية لف على دكاترة زي اللي بيدور على كنز. أول حاجة، يعني إيه مشاكل القولون الهضمي؟ أصلا معناته إيه؟ بص، جهاز الهضمي عاملة زي المكنة اللي بتشتغل 24 ساعة، بس أحيانا بيحصل فيها بعض المشاكل والأسباب كتيرة. زي إيه؟ أكل غير صحي، مفيش داعي أقول لك إن أكل الكشري الساعة 12 بالليل مش أحسن حاجة. قلة الألياف والمية، جسمك محتاجهم عشان معدتك تفضل شغالة زي الساعة. التوتر والقلق، لما مخك مش مرتاح معدتك كمان مش هتبقى مرتاحة. الموضوع ده مرتبط مع بعض أكتر مما أنت متخيل. قلة الحركة، المعدة بتحب الحركة، مش اللي قاعد قدام التلفزيون طول النهار بياكل شيبسي وبوب كورن وبيقلب في التيك توك والسوشيال ميديا. طب ايه الاعراض اللي تقولك ان عندك مشاكل في القولون والجهاز الهضمي؟ عارف الشعور اللي تحس ان بطنك مليانه هوا، او لما تاكل لقمه صغيره تحس انك خلاص مش قادر؟ لو عندك انتفاخ، امساك، غازات، تقلصات او حموضه مستمره، فغالبا معدتك مش مبسوطه قوي وبتقولك الحقني يا نجم. طب وايه الحلول بقى الطبيعيه اللي عمال تتكلم فيها؟ يعني ايه اللي ممكن نعمله؟ خلاص بقى، كفايه كلام عن المشاكل، يلا نشوف الحلول. اللي هنقوله ده كله حلول طبيعية هتريح بطنك، خليها تشتغل زي المكنة الألماني. أول حاجة شرب المية. المية هي السر وهي أرخص دواء في الدنيا. حاول تشرب على الأقل 8 كوبايات مية في اليوم، خصوصا لو عندك إمساك. نمرة 2، أكل الألياف ثم أكل الألياف. كل بقوليات، خضار، فواكه، خصوصا التفاح والخيار والبرتقال، الحاجات دي معدتك بتحبها جدا. نمرة 3، شاي الأعشاب، صديق المعدة، كلكم عارفينهم، النعناع، الكركديه، الزنجبيل، حاجات طبيعية تهدي معدتك وتخلصك من الانتفاخات الزيادة. نمرة 4، الحركة زي ما قلنا مهمة جدا. تفضلش قاعد طول اليوم، امشي حتى لو بس 10 دقايق بالذات بعد الأكل عشان تساعد معدتك تهضم الأكل بسهولة ومن غير إمساك. نمرة 5، نبطل أو نقلل أكل قبل النوم. بلاش حكاية العشاء التقيل قبل ما ننام، عادة وحشة قوي. القولون مش هيقدر يهضم كل الأكل ده وانت نايم، وهيجيلك كوابيس إنك بتجري من أكل بيطاردك. يعني مش لازم العشاء المقلي والبتنجان والفراخ السبايس، نام خفيف. يعني الخلاصة، حتى لو الحلول دي اللي أنا قلتها تبان بسيطة، فهي أيوة بسيطة، لكن الفرق اللي هتحسه لما تبدأ تتابعها كبيرة جدا. جربها لمدة أسبوع وقول لي بقى لو هتحس بفرق ولا لأ. اكتب لي في الكومنتات تحت حسيت بإيه بعد ما تجرب الحلول دي. متنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب عشان فيديوهات كتير عن الصحة جاية، وهو ده أفضل علاج طبيعي لمشاكل القولون والهضم. من الآخر،